السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام. اللي أول مرة يشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. خلاص فاطمة قعد لها حاجات بسيطة وتتم 200,000. احنا دلوقتي بقينا 197,000 بنت وأخت وحبيبة وربنا يخليكوا ليا يا رب، ودايما نبقوا مع بعض في الخير. فخلاص مش فاضل الا 3000. يلا اللي بيتفرج من غير ما يعمل اشتراك يعمل اشتراك بسرعة ويعمل لايك لفطومة، وجزاكم الله خير. زي ما انتوا شايفين كده دي الطرح بتاعتي، انا مش عارفة احطها فين الصراحة. فمش عارفة كنت اجيب اللي هي الشماعات اللي بيتعلق في عليها الطرح، ولا اجيب المنظمات اللي هي بتتباع ديت وتحط فيها الطرح. عامة مؤقتا كده هنجيب التربو البلاستيك ده اللي موجود عندنا، هنبدأ نطبق الطرح بتاعة الخروج لوحديها والطرح بتاعة الشغل لوحديها. تمام. واعمل بقى في ايه، احطه على في الدولاب كده، ايه، على الرف يبقى قدام مني مؤقتا عقبال ما ربنا يسهل. واكتبوا لي كده يعني اجيب ايه عشان الم موضوع الطرح دي وتبقى متنظمه وما تتكسرش، وان انا احافظ عليها. هنخلص كل الحاجات دي. طبعا عندنا حاجات كتير جدا جدا في البيت. ده كان تكملة الفيديو بتاع يوم الجمعة. انا نزلت لكم الغدا وتفاصيله، لكن ما كنتش عارفه انزل ده ان كان الفيديو كان طويل جدا. فده يومي الاجازه بتاعي، والحمد لله ان كان الجمعه اجازه والسبت اجازه والحد اجازه بمناسبه 6 اكتوبر. فربنا يا رب ينصر البلاد كلها، سوريا وغزة واليمن والسودان والعراق وكل دولة عربية يا رب في كرب وشدة ربنا يفك كربها. بصوا بقى، ده الحزام بتاع ظهري، كنت دايخة عليه وكان تايه في وسط الحاجات ديت. ده ليه حديد كده من ورا بيبقى صعب جدا، بيكتفني كده من فوق، مش بيخليني ان انا اقدر اطاطي ولا اتحرك. اما الحزام ده كان كاتبولي الدكتور اخر مرة، وكنت جايباه من الصيدلية بس كان وسع عليا من الجنب، فانا خيطته كده، ايه، ضيقته على ايدي فالخياطة بقت تطلع وتتفك. فانا ايه هخيطه ايه على المكنة او اوديه للترزي عشان ما يبص مني. صراحة هو جميل جدا وبيساعد على الحركة والكلام ده كله. نحطهم قدام مننا عشان ما يتوهش مننا تاني، ونطبق الطرح بتاعتنا دي. ويلا بينا كده نشوف هنعمله ايه. زي ما انتوا شايفين نظمتهم هنا مؤقتا لغاية لما اشوف انا هعمل ايه. حطيت جزء الطرح بتاعت الخروج كده في جنب، والطرح بتاعت اللي انا بروح بيها الشغل في الجنب التاني. يلا بينا بقى ايه، نعمل لايك علشان نرتب الأوضة بتاعتنا ونطلع الفرشة دي كده ايه تتهوى. دي فرشة قطيفة كده جميلة جدا. بدأ الجو ايه يسقع شوية كده قبل الفجر، فبس يعني انا بسقع، وانا طبيعتي اصلا بحب اتغطى كان صيف او شتاء. تمام. نحطها كده ايه في البلكونه ايه تشمس، ونغير بقى الفرشه بتاعتنا عشان نغسل الغسيل ونشوف ورانا ايه النهارده. ولو لسه ما عملتيش لايك تعملي لايك. اما البنات الجميله الحلوه اللي كل دعوات والدعم ووقفتهم جنبي مني، ربنا يفرح قلوبكم ويرضيكم ويسعدكم بعزتك وجلال وجهك الكريم. تمام يا بنات، تشيل بقى كيس المخدة ده ويلا بينا نكمل بقية الفيديو ونشوف هنفرش ايه. ونغير بقى من اللون الفاتح، ونغير ونشوفه الملاية اللي هنحطها. طبعا فاطمة مفندقة الدولاب على الاخر، لسه عايزة ارتب برضو الدولاب بتاعي واشوف الحاجات اللي انا مش عايزاها، والحاجات كده يعني نعمل ترتيبات يعني في الشقة النهاردة. الروتينات بقى، واللي بيحب الروتينات بجد بفرح جدا بتعليقاتكم الجميله، وبرد على التعليقات على قد ما اقدر. ساعات الكيبورد بيعلق معايا، ان انتوا عارفين انا بستعمل الكيبورد الصوتي، فبيبقى غصب عني، فمش عايزه اي بنوته تزعل مني لو انا حطيت قلب وما ردتش. ساعات النت بيبقى ضعيف عشان كده الكيبورد بيعلق. فرشنا الفرشه الحمراء دي جميلة جدا، حلوة كده شكلها حلو. كبينا كرور وشوية دوني في الأرض اللي هو الأخضر ده كده، ونديها تلميعة ونسيبها كده ايه تتهوى. وننضف كده ايه حوالين مننا الأوضة كده رايقة وجميلة، والشمس طالعة بسم الله ما شاء الله، والجو حلو قوي. طبعا لسه هنطلع على الصالة في حاجات كمان عايزين نعملها. فلو لسه ما عملتيش لايك تعملي لايك بسرعة. بحبكم في الله، وكل بنوتة دعيت لي دعوة يا رب ليكي مثل الدعوة الجميلة دي. يلا بينا نطلع على الصالة. دي بقى الغسيل اللي انا طلعته.
هنروح نحطه في الغسالة او نركنه على جنب دلوقتي عقبال ما ننضف الصالة بتاعتنا. طبعا زي ما انا قلت لكم الفرشة نظيفة والحمد لله، والتلاجة كمان نظيفة ومخلصة كل ايه اللي ورايا. فاطمة راحت تودي الغسيل، مش عارفة نامت ولا ايه جوه. فينك يا ست؟ اهو. طبعا مش عارفة ايه اللي جاب الملح هنا والصابون ده هنا بتاع الغسول الوجه. ودي كيسة عيش، شنطة محمود حطيتها على الترابيزة. تمام. وكتب ومعطر حطه جنب منه. فكل الحاجات دي بتعمل ايه؟ المعطر والملح والغسول بتاع الوجه وكل الحاجات دي انا مش عارفة. بس يلا احنا نلم كل اللي حوالين مننا ده كده، تمام، ونخلي له كده ايه حاجته. وتعالوا كده نشيل الفرشة بتاعتنا دي نضيف. على فكرة كنت لسه غسلينها وفرشينها، هنفضها على السلم علشان ندي تطويقة للصالة ونمسح الأرضية كده، يبقى ريحة المكان جميل، ونفتح البيبان كده يدخل لنا الهواء. تمام. فاطمه برضو طلعت على السلم وسابتنا كده ايه مع نفسينا نتكلم مع بعضينا، ودينا مع بعض لغايه لما تيجي فاطمه من على السلم. يا رب ما تنساناش وتسيبني كده عماله اهاتي مع نفسي. تمام يا بنات، يا مسهل الحال. دي فاطمه جت. هنكنس بقى كنسه كده لو في ترابه ولا في اي حاجه، ننضفها كده من تحت الكنب ومن تحت الكراسي ومن الكلام ده كله. وكمان اهو بصوا، يعني الحمد لله الصاله نظيفه. طول ما انت ايدك في البيت اول باول وبتنضفي اول باول هتبقى الدنيا جميله كده وسهله والحمد لله. نلم بقى التراب بتاعنا، يعني حاجات بسيطه كده. وبعد كده زي ما بقول لكم كده هنديها تطويقه، ننظف المكان يجيب لنا شويه هوا. والقطه بتاعتي اسكتوا وانا ما قلتلكوش، مش القطه الرصاصي بتاعتي اتجوزت من غير ما تقول لي. واكتشفنا لقينا بطنها فجأة كبيرة. والولا محمود يقول لي يا ماما دي القطة حامل. اقول له حامل ايه يا ابني؟ ده بطنها منفوخة. يقول لي لا دي حامل. ما كانتش عايزة تتجوز، كانت عاملة اضراب على الجواز، وانا كنت مبسوطة بيها وفرحانة بيها انها مش عايزة تتجوز. لا عايزة تتجوز الابيض اللي انتوا شفتوه ده، ولا لما جالها عريس من بره خدوها عندهم عشان تتجوز ضربتهم وضربت العريس وزهقتهم وجابوها مجمع. فجأة اتجوزت من بره البيت من غير ما تقولي. يلا يا فطومة شيلي بقى عيالها اللي هيجوا. يلا عامة لما تولد لو حد عايز قطة من القطط الجميلة دي يبقى اكتب لي في التعليقات وانا احجز له قطة. كبيت كرور بقى ومية ودوني، وندعك الارض كده بالمكنسة وننضفها زي ما انتوا شايفينها كده. حتى المكنسة مش نظيفة هتدعك من الكرور وتبقى نظافة بالمرة، نظافة للارض ونظافة للمكنسة. ونلمها ايه بالمساحة. وبعد كده نجيب الشرشوبة ننشف ونمسح من تحت الكنب ونلم كل الحاجات ديت بالشكل ده. تبقى الارض كده نظيفة. هنسيبها برضو تتهوى وتنشف، وبعد كده نخش على الحمام علشان نشوفوا اللي ورانا ايه. خلصت كده يا فطومة. هنبدأ بقى نلم المية بتاعتنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. تمام. يبقى الجو جميل. عقبال المروحة اللي شكلها مش نضيف دي يا فطومة، واخدة بالك منها؟ مشكلة المروحة دي لازم اطلع فوق الكنبة وليها 3 مسامير او 2. لازم تفكي بقى ايه بالمفك المسامير دي وتفكي المروحة، انها بتخش جوه العمود، فهي تقيلة جدا. فانا بستنى يا اما محمد يفكها لي يا اما بطلع اغامر انا وافكها. يلا ربنا يعيني. دخلنا على المطبخ، خلصنا المواعين بتاعتنا وكمان خلصنا البوتاجاز ونضفناه. هنعمل ايه بقى؟ نصبن الحنفية ونصبن الحوض بتاعنا دوت ونخليه زي الفل. تمام، عشان طبعا لما اعمل الغدا تبقى الدنيا رايقة وجميلة جدا. تمام. نصبن بقى ايدينا ونشطف اللي احنا عملناه ده، عشان لسه في غسيل عايز يتغسل وعايز يتنشر. ويوم بسم الله ما شاء الله يوم الاجازة بيبقى بالشكل ده. بس رغم كده بحب يوم الاجازة اللي بتجمع مع اولادي في لقمة حلوة في قعدة. فهو ده الاجازة بتاعتي. بيبقى شغل مع ايه؟ شغل مع ايه؟ مع ايقاف التنفيذ؟ لا مش مع ايقاف التنفيذ. يعني يلا ما علينا، مش مشكلة، الكلمة مش عايزة تيجي معايا، بس يلا زي بعض. خلصنا كده مطبخنا وخليناه زي الفل. كمان هنمسح الارض بتاعة المطبخ، وكنت غاسلة الفرشة بتاعته وهفرشة. والشفاط خلي بالك يا فطومة شكله مش حلو خالص انا شايفاه، فياريت يا فطومة تغسلي الشفاط اللي مش نضيف. تمام. يلا بينا
نغسل الغسيل بتاعنا. هنلم بقى الغسيل بتاعنا دوت نحطه كده ايه في الغسالة، وعندي شوية مسحوق نحطهم، عايزة اشتري مسحوق كمان عشان نكمل بقية الغسيل، وننشر كده في الشمس والجو جميل جدا. وبقول لكل بناتي الحلوين اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل لايك. وده كان فيديونا النهاردة، يا رب اشوفكم على خير وفي احسن حال، ويا رب دايما تبقوا في حياتي، وربنا يجعلكم سبب في رزقي. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا احلى اخوات واحلى بنات واحلى عيلة فطومة.